الكرة بالنسبة للمخزن صار واحد دين جديد. من خلال هذا الدين يحاول أنه يدجن الشعب ديالو ويبيع لهم الأوهام ويبيع لهم أشياء غير موجودة في ظل غياب حياة كريمة، في ظل غياب الشغل، غياب الصحة، غياب أي شيء يحترم الآدمية ديال المغاربة. في المقابل نجد أن المخزن اللي الشعب ديالو يعيش الفقر ويعيش الظلم، يعيش أشياء لا ترقى إلى مستوى ديال الإنسان. في المقابل نجد المخزن الذي عوض أنه يبني الصحة، يبني التعليم، يبني كذلك الحياة الكريمة للمواطن، شنو كيدير؟ وجدناه أنه يقترض الأموال والملايير من أجل أنه يبني الملاعب ويصنع لنا واحد المنتخب، والهدف الأوحد والوحيد هو أنه يوهم الشعب بانتصارات واهية، بانتصارات وهمية غير موجودة.